بتشتغل شغلانه مش بتحبها عادي، بس لازم تكون فاهم ان لو كل يوم بتسأل نفسك انا بعمل ايه هنا، ده مش حلمي ولا شغفي ولا الحاجه اللي انا بستمتع بيها. فلازم تسمعني كويس جدا، لان مش كل شغل هنحبه، ومش كل شغل احنا هنكون حابين نكون موجودين فيه او نكون بنتطور فيه، بس ممكن نفهمه وممكن نستفيد منه في المرحله اللي احنا فيها. فبص، مش دايما اول شغل بنشتغله هو الشغل اللي هنفضل نحبه او هو ده الشغف اللي هيفضل مستمر معانا وقت كبير. ساعات بنشتغل عشان نعيش، ساعات بنشتغل عشان نتعلم، ساعات بنشتغل عشان نفتح باب تاني، عشان نثبت نفسنا في السوق، وعشان نعمل سي في ونعمل بورتفوليو او سابقة اعمال، او حتى نكون بنهرب من قعدة البيت او من الفضاء، لان انتوا عارفين ان الفضاء والفراغ دايما بيولد حاجات مش كويسه. بس ده مش معناه انك تفضل محبوس بقى في الشغل اللي انت مش بتحبه او في المجال اللي انت مش بتحبه. اسال نفسك دايما 3 اسئله: الشغلانه دي بتعلمني ايه؟ يعني ايه المهارات وايه العلاقات وايه الالتزامات وايه الامور وايه اداره الوقت، ايه الحاجات اللي هي بتعلمهولي وبتضيفولي من مهارات او بنسميها سوفت سكيلز، مهارات خفيفه يعني. هل ليها نهايه ولا انا ناوي اعيش فيها على طول؟ يعني هي في فرق بين مرحله وبين مصير يعني. الشغلانه دي انا واخدها بشكل مؤقت سلمه يعني وهوصل لحاجه تانية، ولا ده خلاص مصيري طول العمر فهفضل موجود في الشغلانه دي او موجود في الشغف اللي انا مش بحبه ده طول الوقت؟ هل انا ببني حاجه حقيقيه جنبها ولا انا ساكت؟ يعني انت بتاخد كورسات، بتعمل شغل حر في مشروع جانبي او سايد بزنس، ولا كل وقتك رايح فيها وانت عمال تشتكي وبس ومش عايز تاخد خطوه ناحيه التغيير والتطوير؟ مش الموضوع دايما مش ان انت يعني مش حب الشغل، لا، ساعات الموضوع بيكون ان انت يعني تكون مستغل الفرصه اللي في ايدك لحد ما تلاقي الحاجه اللي نفسك فيها. فعادي تشتغل شغلانه مش بتحبها، بس ما تعيش وتموت بقى فيها وانت كارهها كل لحظه. انت فاهمني؟ قول لي في الكومنتات طبعا ايه اكتر شغلانه انت اشتغلتها وانت مش طايقها او انت مش بتحبها، وايه اللي استفدته منها، وايه الخطوه اللي انت خدتها بعد الشغلانه دي. اشوفكم دايما بخير وبالتوفيق دايما. سلام.